حب وجواز بعد 60. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أعلنت الفنانة صابرين جوازها من المنتج اللبناني عامر الصباح بعد ظهورهم سوا في فرح ريم سامي، وقالت إن تم الزواج من 6 شهور، ووقتها اكتفت بالإعلان عن الجواز ده للعيلة والأصدقاء المقربين بس. وقالت صابرين إنها تعرف عامر الصباح من 30 سنة معرفة شخصية، لأنه من أكبر منتجين وموزعين الأفلام السينمائية، وإنها قدمت فيلم من إنتاجه اسمه أنا والعذاب وهواك مع المطرب وليد توفيق، وكمان فيلم لست قاتلا مع الراحل فريد شوقي. وصرحت إن وقتها كان في إعجاب متبادل، ولكن الموضوع ما كملش، وكل واحد منهم اتجوز وبقاله حياته. واللي رجعهم بعد 30 سنة هي مكالمة تليفون. عامر الصباح كلم صابرين لما عرف من أصدقاء مشتركين بينهم إنها انفصلت عن زوجها، وسألها عن حقيقة الانفصال ده، ولما اتأكد إن الموضوع صح وإنها انفصلت فعلا طلب منها الجواز. عاوز أعرف رأيكم في الكومنتات، هل أنتم مع الناس اللي معترضة على هذا الزواج بسبب السن، ولا رأيكم إنهم أحرار ودي حياتهم وملناش إن احنا نتدخل فيها؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.